السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان خلص والعيد على الابواب، وطبعا كلنا بدأنا نعمل في تجهيزات البيت والشقة وتوضيباتها، ونعمل في الكحك والبسكوت. انا عملت لكم البيتي فور وعملت لكم المنين وعملت الكحك. النهارده هعمل البسكوت. ايه رأيكم؟ شايفين شكل البسكوت عامل ازاي؟ يلا بينا نشوف الخطوات بتاعتها وبتتعمل ازاي. اول حاجة نجيب 250 جرام من الزبدة بحرارة الغرفة، واربع بيضات برضو بحرارة الغرفة. والبيضات الاربع بيضات لو بلدي يبقى 4، لو بيض العادي يبقى 3، وكوباية وربع من السكر المطحون. وهنحط الزبدة مع السكر ونضربهم كويس قوي بمضرب البيض او العجان المتوفر عندك. هنفضل نضربهم كويس قوي لحد ما الخليط ده يبقى كريمي زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنضيف البيض، هنضيف واحده واحده، بيضه بيضه بالتدريج كده لحد ما نلاقي اول بيضه اختفت. هنقوم حاطين البيضه التانية، وبعد كده اول ما تختفي هنحط التالتة، وبعد كده هنحط البيضه الرابعه. هنفضل نضربهم كويس قوي. وبعد كده هنجيب الفانيليا السايلة دي تحفة حلوة جدا، بتضيع زفارة البيض بسرعة. وبعد كده اجيب ريحة البرتقال، طبعا دي موجودة عند كل العطارين. هنحط معلقة صغيرة عشان انا هحط بشر برتقال كمان معاها. وجبت التلج اللي هو البودر بتاع البرتقال حطيته عليها. بعد كده جبت معلقتين من التانج اللي هو البرتقال، معلقتين صغيرين كده زي ما انتم شايفين، وضفتهم على الزبدة والسكر. طبعا احنا بنعمل كل الاضافات دي والمضرب شغال، مش هنوقفه، يعني مجرد بس بنريحه. وده البشر البرتقال معلقة صغيرة هيفضل برضو شغال، هنقعد نضرب فيه. ودي ربع كوباية زيت هنضيفها على الخليط. الزيت ده بيخليها تبقى ناشفة مش طرية، وبيديها اللون المصفر الحلو ده. هنفضل نضرب فيهم كويس قوي عشان البسكوتة تفضل هشة معانا ما تبقاش مكتومة. بعد كده هنجيب ربع كوباية عصير برتقال، وهنحط عليها معلقة ممسوحة من النشادر. شايفين الفوران بتاعها؟ اول ما تبدأ تفور كده بعد ما نقلبها هنضيفها على الخليط وهنضربه كويس. شايفين الخليط عبارة عن كريمة لونها فاتح وفي نفس الوقت هشة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هكون طبعا محضرة الكيلو دقيق، هنضيف عليه باكو بيكنج باودر وهنقلبه كويس في الدقيق. وهنضيف الدقيق بالتدريج مع التقليب الخفيف. هنغير الكفة بتاعة العجان وهنقلبها بتقليب خفيف خالص. ده هنا بعد ما حطيت الكيلو دقيق، شايفين العجينة شكلها عامل ازاي؟ متماسك وفي نفس الوقت شايفين الحركة دي لما تلاقوها بالمنظر ده النقشة دي هتبقى كده باينة على طول. معنى كده ان النقشة هتبان فيها لما نيجي نعملها بالمكنة. دي طبعا المكنة دي بتاعت مامتي، ربنا يديها الصحة، خدتها منها. طبعا جبت بنات اخواتي يساعدوني، انا مش هعمل لوحدي بقى يعني، واحنا في عيد وفي لمة فلازم كلنا نعمل مع بعض الكحك والبسكوت بتاع العيد. بصراحة بتبقى لمة حلوة جدا. وكانت كام يوم اللي احنا عملنا فيهم الكحك والبسكوت كانوا حلوين جدا. يا رب عقبال كل سنة. ودي طبعا احنا بعد ما بنحطها في الصينية زي ما انتم شايفين البسكوت، بنشيل اي زيادة او اي حاجة بايظة بنحاول نسويها عشان كل البسكوت تبقى كله قد بعض.
طبعا كلهم كانوا مبسوطين جدا واحنا بنعمل الكحك والبسكوت. كان 3 ايام صراحة حلوين جدا. ايه رأيكم في شكل البسكوت؟ ايه هنا الصينية التانية ايه، بشيل كل الزيادات اللي فيها، واي حاجة بايظة بنشيلها علشان البسكوت يبقى كله قد بعض وفي نفس الوقت يبقى متساوي. هنا زي ما انتوا شايفين البسكوت كله قد بعض ازاي. حاولي وانتي بتعملي لو لقيتي واحدة اي بسكوتة مثلا معوجة متنية، اعدليها بالسكينة، مش هتتعدل معاكي، مش هتبوظ، ما تقلقيش يعني. لان هي البسكوتة نفسها ما هياش طرية قوي وما هياش زي ما بيقولوا مايعة، هي ماسكة نفسها، لان احنا لازم نخليها تبقى ماسكة نفسها عشان النقشة بتاعتها تبان. هنا بعد ما سويت كل الصينية ده حطيته في الفرن على درجة 180. شايفين شكلها كله متساوي قد بعضه. ويا رب يعجبكم البسكوت والكحك والبيتي فور، وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. اتمنى اكون قلت لكم الخطوات والمقادير بطريقه سليمه ومبسطه. شايفين البسكوته شكلها عامل ازاي اهي زي ما انتم شايفين قدامكم. ولو عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير وكومنت وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد من مطبخ نوني. وكل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم وعلى الامه الاسلاميه كلها. باي باي.